اعتقد مفيش اسوأ من ان انت تصور فيديو وتتعب فيه وانت بتمنتج تكتشف ان الصوت بتاعك مش حلو، او حتى مش انت اللي تكتشف كده وكل المتابعين اللي بيتفرجوا عليك يقعدوا يعلقوا يقولك الصوت وحش، يا اما بقى جودة الصوت وحشة، يا اما الست اللي فوقيكوا قررت انها تنقل عفش البيت كله، او ان الراجل بتاع الروبيكيا قرر ان هو يعدي من قدام بيتكوا اول ما تبتدي تصوير. بس الحمد لله احنا عايشين في عالم دلوقتي يحكمه الاي اي او الذكاء الاصطناعي. اي حاجة انت عايز تعملها وكانت بتاخد وقت كتير او مجهود ان انت تتعلمها وتعملها، دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيعملها حرفيا بدوسة زرار. دلوقتي انا نزلت في حتة في الاستوديو فيها صدى صوت قوي جدا زي ما انتم سامعين كده، وبسجل باستخدام الموبايل وعايز اعمل بروسيسنج برضو بادوبي بودكاست اشوف النتيجه اللي انتم سامعينها دلوقتي دي بعد ما اتعمل لها بروسيسنج بادوبي بودكاست. والنتيجه اللي انتم سامعينها دلوقتي دي هي النتيجه الاساسيه لو انا كنت مسجل بالموبايل بس. طب هتقول لي موضوع صدى الصوت ده مقدور عليه، خلينا نصعب الموضوع شويه. هحط حاجه في الباك جراوند زي صوت مثلا عربيات او شارع او ناس وكده، وبعد كده هكمل تصوير الفيديو عادي، وانت حاول تشوف الفرق بتاع الصوت بعد ما اعمل له بروسيسنج في ادوبي بودكاست ومن غير ما اعمل البروسيسنج ده. وكمان عشان اصعب الموضوع اكتر هخلي الصوت يتسجل من المايك اللي قدامي ده اللي هو مايك بروفيشنال، وكمان هسجل من المايك بتاع الايفون علشان نشوف لو انت سجلت بالموبايل بس من غير اي مايكات ولا حاجه برضه هيقدر يعالجها ولا لا، ونشوف النتيجه مع بعض. دلوقتي في صوت بتاع شارع وانا بسجل الصوت بتاعي ده، ومعلي الصوت بتاع اللابتوب على الاخر كمان، وعايز اشوف دلوقتي لو انا عملت البروسيسنج ده هتكون النتيجه احسن ولا لا. مازال الفيديو شغال ومازال الصوت موجود كده وانا عامل بروسيسنج، وكده وانا مش عامل بروسيسنج خالص. عايز اشوف الفرق ما بينهم هيبقى عامل ازاي. دلوقتي انا هجرب اسجل تاني بنفس الظروف ونفس الصوت بتاع الباك جراوند ده ولكن باستخدام الموبايل، وهشوف ادوبي بودكاست هيقدر ان هو يعمل بروسيسنج للصوت وهو طالع من مايك مش بروفيشنال، ومين فيهم احسن، حتى هل ممكن نستخدم الموبايل بدل المايك ولا لا. طيب دلوقتي انا بدات اعمل تسجيل بالموبايل، عايز اشوف اهو بيسجل قدامكم، وفي نفس الوقت الصوت بتاع الباك جراوند ده مازال شغال، المايك على نفس المسافه تقريبا كده. لو انا عملت البروسيسنج بتاع الصوت دي النتيجه بتاعته دلوقتي، وده الصوت بعد ما اتعمل له بروسيسنج في ادوبي بودكاست. ودلوقتي لو انا ما كنتش عامل له بروسيسنج هل الفرق واضح ولا لا؟ انا عايز اقول لكم ان انا وانا بصور الفيديو انا ما اعرفش النتيجه هتبقى عامله ازاي، لان انا ما جربتش قبل كده الادوبي بودكاست ده، ما جربتوش قبل كده، فهنجرب ونشوف مع بعض النتيجه ونكمل الفيديو. عايز اقول لكم ان في وقت تصوير الفيديو ده الميزه اللي موجوده في ادوبي بودكاست دي مجانيه متاحه للجميع ان هم يعملوها. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تخش على ادوبي بودكاست وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، وبعد كده هتبتدي تعمل دراج للساوند فايل بتاعك او الفايل اللي انت سجلت عليه الصوت يعني، وتحطه، وبعد كده هو يبتدي بروسيسنج من غير تدخل منك حرفيا بدوسه زرار. ما اعتقدش ان هم هيكملوه مجانا، اعتقد ان هم بعد كده هيعملوا سبسكريبشن، لان في ناس كتير هتعتمد على الموضوع ده. الناس اللي كانت بتشتري مايكات غاليه، كل اللي انت محتاج تعمله دلوقتي انت تشتري مايك ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه، وبعد كده تعمل له بروسيسنج او حتى تسجل بالموبايل بتاعك وهتاخد نتائج تقدر ان انت تعتمد عليها. سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتس، هل انتوا شايفين ان دي ميزه حلوه ولا لا، وهتقدروا ان انتوا تعتمدوا عليها في شغلكم ولا النتيجه مش قد كده؟ انا في وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان المجهود المبذول علشان اطلع فايل بالصوت اللي انتوا سمعتوه ده يعتبر ولا حاجه بالنسبه للحاجات اللي انت كنت بتعملها على ادوبي اوديشن او على او بي اس او ايا كان البرنامج اللي انت بتقعد تعمل فيه بروسيسنج للصوت، وشايف ان الناس كتير قوي هتستفيد منها. كالعاده لو انت بتتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو بتتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو عشان توصلك الفيديوز الجديده. استنوني في فيديوهات تانية.